تخيلوا يا جماعه ان في مجتمعنا في ناس بتستكتر احترام الراجل للست اللي في حياته. انت مستني رايها؟ انت ماشي ورا كلامها؟ انت بتاخد رايها في حاجه معينه؟ في ناس كتير قوي بتتاثر بالكلام ده. في ناس كتير اعتادت الامر ان الكلام ده خلاص هو اللي صح. لا، ده مش صح. في الاول وفي الاخر انت عايش مع بني ادمه. مش عيب ان احنا نتشاور في امر، ومش عيب ان احنا نسمع لبعض، مش عيب ان احنا نحل المشكله مع بعض سوا. الكلام اللي بيقعد يتقال انت ماشي ورا رايها، انت بتسمع كلامها، انت مستني رايها، امال هستنى رايكم انتوا؟ دي عيشتنا احنا. حتى لو بفضفض مع حد في يوم من الايام، ما تسمعش لحد. وخدها مني نصيحه، اللي بينصحك انك تزعق في بيتك او تعلي صوتك او تاخد قرار في حاجه انت مش مقتنع بيها، صدقني هو ما بيعملش كده في حياته. في ناس كتير قوي بقت بتخاف من نظره الناس اللي حواليها ليهم اكتر ما بيخافوا على شريك حياتهم اللي في حياته. وفي الاول وفي الاخر انا راجل وهي بنت، بني ادمين. حط في دماغك انك في الاول وفي الاخر عايش مع بني ادمه بتحس وعندها مشاعر، ومش عيب انك تتكلم معاها، ومش عيب انك تسمع لها. يمكن عندها وجهه نظر صح، احنا مش دايما صح، ما يمكن هم وجهات نظرهم اوقات بتبقى صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. شكرا جدا 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 على التفاعل بتاعكم معايا على القناة، وكل المشتركين الجداد، انتوا على راسي من فوق بجد. انا مش عارفة اشكركم ازاي. بصوا بقى، فيديو النهاردة حلو ومشجع، وزي ما شفتوا كده في المقدمة. تمام، اهم حاجه لايكاتكم الحلوه بقى على الفيديو، شجعوني كمان وكمان، وفعلوا الجرس على كلمه الكل، علشان ان شاء الله داخلين على احلى فيديوهات رمضانيه وكله هيبقى زي الفل. شايفين بقى البيت الجديد، ويا محلى البيت الجديد، وكله ان شاء الله هيبقى طاقه ايجابيه من هنا ورايح. تمام، خلصنا بقى الحمد لله سباكتنا وكهربتنا، وظبطنا دنيتنا، وخلصنا كل الحاجات اللي احنا عايزين نظبطها، مكان الفيش، مكان الحمام والقعده والحوض، وكل الكلام ده ظبطناه. وخلاص عملنا السيراميك. عايزه اقول لكم كانت من اصعب مراحل التشطيب بتاعتي كلها هو السيراميك. كان متعب، بهدله في بهدله، رمله، وقعد معايا الشهر. عارفين بقى لما تقعدي شهر كده كامل رايحة جاية، عاملة أكل، جاية معرفش ايه، عايزة اشوف الشكل النهائي بتاع الحمام، عايزة تعملي كذا، عايزة تغيري كذا، عايزة، يا لهوي دي كانت بهدلة. شهر كامل في سيراميك وبهدلة والكلام ده كله. فكانت أصعب مرحلة، وكانت أتقل مرحلة على قلبي. تمام، فزي ما انتم شايفين بقى ده الشكل النهائي بتاع السيراميك. خلصنا وعملنا كمان السلم، عملت السلم لحد نصه كده بالرخام، وشكل الرخام اللي انتوا شايفينه هو ده اللي انا اخترته، القايم اسود واللي هي كده بالرصاصي الجرانيت. وبس كان في دماغي اشكال كده معينه، الحمد لله يعني الى حد ما قربت ليها جدا، وده الشكل اللي انا واصله. طبعا الميه في الحنفيات متخزنه بقى لها فتره، نازله سودا. المهم انا بقى جايه بعد ما خلصت بقى السيراميك والناس مشي، وقعدت بقى يومين ريحت كده اعصابي خالص، وكان عظمي متكسر حرفيا، وبصوا ومرهقه نفسيا وجسديا وتفكير وكل حاجه. وطبعا بعد ما عملنا طبقه الرماد ودقتها وظبطتها كده على قد ما قدرت، على قد مجهودي يعني، عملنا طبقه خرسانه محترمه حوالي 10 سنتي، ظبطنا بيها الارضيه كلها. طبعا الحركه دي مش بتتعمل غير في الدور الارضي بس. الدور الارضي هو اللي بتحط ليه طبقه اسمنت، عشان خاطر بعد كده لما نعمل سيراميك ونحط الاساس بتاعنا، الدواليب والكنب والسراير والحاجات دي، ومع مرور الزمن الارض ما تريحش، يعني الارض من نص الاوض، من نص الغرف، ما تنزلش كده لتحت شويه. لا، لازم نعمل طبقه خرسانه كده حلوه، علشان بعد كده تظبط معانا السيراميك، وتظبط معانا الارضيه اللي احنا هنعملها بعد كده. تمام، المرحله دي عديناها والحمد لله، وعملنا السيراميك وكده. المهم انا دلوقتي متحمسه جدا جدا، عايزه اشوف الشكل النهائي بتاع السيراميك، عايزه اشوف اللمعه بتاعته، عايزه اشوف كده كل المساحه مع بعضيها كده، الغرف مع بعضيها والكلام ده كله. فكان في بقى شويه حاجات كده عايزه تنظف، حاجات بسيطه خالص، بواقي كده سيراميك متكسر، بواقي حاجات كده. فانا هلم الليله دي كلها واظبط الدنيا، ومعاه بقى شويه ميه، وجايبه معايا الاوكس بتاعي والرغاوي وصابون. عايزه بقى اخيرا بقى عندي سيراميك، ما كانش عندي السيراميك طبعا، كان عندي البلاط القديم خالص، القديم خالص يعني بتاع زمان. فالمهم اخيرا بقى عندي سيراميك، وعارفين احساس جميل جميل جميل، على قد التعب اللي تعبناه الفتره اللي فاتت دي كلها، وكل السنين تحت التحضير البيت ده. الحمد لله دي كانت من احلى المراحل اللي انا كان نفسي اوصل لها.
ولو قالوا لي هتعيشي على المرحله دي تعالي يلا انقلي، خلاص ما عادش فيه امكانيه تاني وتعالي عيشي على المرحله دي، انا كنت موافقه وهرضى ومفيش عندي اي مشكله خالص، من كتر ما انا كنت حابه اوصل للمرحله دي. هنا بقى الحته دي كانت رخمه شويه، كانوا عاملين المونه او يعني الاسمنت بالرمله بالميه والحاجات دي كانوا عاملينها على السيراميك، اللي هي كانت اخر مرحله خالص. كانت المدخل بتاع البيت، فهم عجنوا هنا على السيراميك. بصراحه كانت يعني حركه غبيه جدا، المفروض يعملوا بره قدام البيت خالص، فهم عملوا على السيراميك هنا علشان خاطر يعملوا اخر قطعه ليها كانت المدخل يعني. فما علينا، هي تعبتني شويه، عملت كده بالسلك والصابون، قعدت اعمل فيها كتير يعني، المهم بس هي اتشالت وبقت تمام يعني الحمد لله. تمام معايا بقى الخرطوم وعماله اعمل بقى ميه براحتي، وبصوا بقى مفيش بعد كده بواقي حاجات كده، معايا السلكه والميه، وعماله اعمل ميه بقى كتير وكده. المهم يعني عشان ما اكررش الكلام، المطبخ برضو وده المطبخ فيه شويه السيراميك اللي هو الحيطان عليه علامات صفرة كده، هشيلها بكل سهوله سلكه مواعين ناشفه من غير ميه ولا صابون ولا اي حاجه خالص. السيراميك ذات نفسه نضيف بتاع الحيطان، مجرد بس امسك السلكه كده على الناشف وامشي عليها كده عامل زي صنفره، هتشيل العلامات الصفرة اللي عليها دي. بس كده. الميه بقى طبعا لاول مره اشوف الميه بقى اتجاهها بيروح على فين. طبعا ده اللي بيبين الصنايعي الشاطر من اللي بيعمل كده اي كلام وخلاص. فالحمد لله الميه كانت بتروح على البلاعه اللي هي في المنور على طول، لان الحمام عندي مرتفع شويه يعني، هو طلع غلطه كده من الاساس خالص من ساعه تاسيس السباكه في الارضيه، فكانت غلطه من اللحظه دي، فاثر على الحمام ان هو بقى عالي شويه عن بقيه المستوى البيت يعني. تمام. فالميه كلها اي ميه ببقى حاطه يعني، برمي ميه في المدخل، قصدي في الصاله في الغرف كده، على طول بتروح على بتعدي كده من المطبخ، تفضل ماشيه في المطبخ وتوصل لحد المنور والبلاعه اللي في المنور. شايفين مرحله طويله خالص، بس المهم اللي هي بتوصل للحته دي. هنا بقى كان في شويه تراب، مش مجرد علامه صفرة بس، لا كان في شويه تراب، فانا غسلتها كده برضو بالصابون. هو كان يوم عك بصراحه وبهدله، بس مش مشكله خالص، ما عنديش اي مشكله. شايفين بقى وضبط الدنيا كلها بقت بتلمع، ومفيش اي حاجه غير البيبان بتاعت الغرف، لان خلاص بعد ما عملنا السيراميك المستوى طلع عالي شويه، فالكل البيبان اللي موجوده هتتقص منها من تحت. خلاص هي البيبان طلعت طويله بعد ما خلصوا خالص، فهجيب النجار وهيقص منها من تحت ويقصرهم ويخليهم مظبوطين يعني. خلصت بقى الغرف والصاله والمطبخ والحمام كلهم، لمعتهم بقى، والميه شديت كل الميه الزياده اللي فيها. هنا بقى المدخل ده خليته اخر مرحله خالص، اللي كان فيه برضو الكوبايات اللي كانوا بيشربوا فيها الشاي والحاجات دي كلها، والصواني كانت متبهدله اسمنت والدنيا كانت خربانه. فانا خليت المدخل ده اخر حاجه، لميت الكوبايات ولميت الحاجات دي، قلت اغسلها غسله تمام. وعلى فكره الميه اللي في الجردل دي ميه نظيفه، ميه بيضه خالص نظيفه، هغسلهم وانضفهم، واي شغل تاني يجي بعد كده ان شاء الله هرجع اغسلهم غسله تمام يعني. دي مش غسله اللي هي ساعه الشرب، لا ساعه ما نيجي نشتغل هغسلهم تاني. تمام. بس انا عشان اشيلهم نضاف. تمام. المرحله بقى اللي بعد كده ان شاء الله هي الجبس، جبسن بورد. هعمل جبسن بورد حلو كده، وعايزاكم تقولوا رايكم برضه، وننجز كده مع بعض علشان خاطر نخش على الفيديوهات الجامده اللي بعد كده. تمام. هخلص برضو المدخل كده مع نفسي، والسلم هغسله وانضفه واشد الميه وهوريكم كده الشكل النهائي. وده كان يبقى فيديو النهارده، عايزاكم تشجعوني كتير كتير كتير. انا كنت محبطه بصراحه في القناه دي، عندي احباط رهيب، لان طبعا انت عارفين انا عملت قناه كبيره قبل كده وتعبت فيها ووصلت، وبعد كده للاسف فالمره دي يعني عندي احباط، فان انا ابتدي من الاول تاني ومن الصفر تاني، فيعني حاجه مش بالسهل بصراحه يعني. فالمهم الفترة دي انا متحمسة جدا جدا جدا، عايزاكم تشجعوني، لايكاتكم الحلوة على الفيديو، اشتراكات كتير ولايكات كتير. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو الجاي، ومع الف سلامة.